بعض الناس يفرح بعيوب الناس ويشتغل بها، وهذا والعياذ بالله هذا هو المفسد، هذا هو المفسد والنمام والمغتاب، ليس له حرفة إلا هذا. والآن كما ذكرت لكم يستغلون هذه الوسائل التي تكون بأيدي الناس، يستغلونها لنشر مثل هذه الآفات، تفريق بين المسلمين، احتقار المسلمين، انتهاك حرماتهم في هذه الوسائل. وهذا أشد من الكلام الشفهي الذي ينتهي بانتهاء حصوله، هذا يسجل ويحفظ ويتداول. فالأمر في هذه الوسائل أشد تأثيرا وقبحا، فلا تستغل هذه الوسائل إلا في الخير والنفع، لا تستغل في الضرر والإيقاع بين المسلمين، تحريش بينهم. لا تكون هذه الوسائل تستخدم في الشر، فتكون وبالا على مستعملها ووبالا على الناس.